مساء الهنا والسعادة، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كنافة بالمانجا والكريم، حاجة كده بجد تحفة جدا. طبعا الايام اللي فاتت دي بصراحة ما كنتش فاضية خالص ان انا اعمل لهم الكنافة كانت في قلب الفريزر، وبعد كده قلت لا خلاص ما منهاش فايدة، نعملوها بقى، احنا بقالنا كتير ما عملناش كنافة. وحبيت طبعا ان انا اعملها في الكبات كده زي ما انتوا شايفين وفي الفوانيس. طلعت معانا بجد تحفة جدا. عايزه اقول لكم الكب الصغير ده بيعمل 60 و70 جنيه. والله احنا بنص كيلو كنافه بس عملنا ما شاء الله اللهم بارك الكميه اللي انتوا شايفينها دي. طلعت جميله جدا جدا. يلا بقى قبل ما ابدا الفيديو كده اشكر كل حبايبي اللي بيرفعوا لي على المنتدى، وبشكر كل اللي بيعمل لي لايك وبيكتب لي تعليق. جزاكم الله خير يا رب. يلا في البدايه نقول بسم الله ونشوف هنبدا ازاي. اول حاجه معايا هنا الكنافه طالعه من الفريزر. جبتها في بوله كده وزي ما انتوا شايفين هفضل افرك فيها شويه كده لحد ما تتكسر معايا، وفي ثانيه كانت اتكسرت بالمنظر ده. وهنا مولعه الفرن على درجه حراره 180 علشان طبعا الفرن يبقى سخن لما نيجي نحط الكنافه فيها. هنا بقى معايا كده 3 4 معالق سكر بودر، ومعايا شويه كده من الزبده والسمنه. الزبده والسمنه بيدوا طعم حلو جدا جدا، يعني معلقتين من الزبده ومعلقتين من السمنه. ولو حابه تحطي زيت كمان حطي، هتطلع معاكي جميله جدا ولونها حلو قوي. وهنا كده بقى بدخل السمنة كده والسكر في قلب الكنافة. هجيب بقى عندي صاج وهحط فيه الكنافة. انا عايزه اقول لكم والله طلعت جميله جدا جدا. بدل ما احمرها بقى على البوتاجاز من فوق، انا حطيتها في قلب صاج كده بالمنظر ده، وطلعت معانا بجد لونها حلو جدا. كل شويه طبعا هنقلب فيها، يعني احنا هندخل الصاج دوت كده الفرن، وكل شويه هنقلب في الكنافه لحد طبعا ما تاخد اللون الذهبي الجميل اللي انتوا هتشوفوه معايا. طريقة طبعا سهلة وبسيطة وبتدي طعم حلو جدا. بنغير طبعا في الكنافة. هنا زي ما انتوا شايفين لونها طالع جميل جدا جدا. بصراحة خدتها كده على الكبة وضربتها ضربة علشان انعمها شوية. نزلت هنا بمعلقتين 3 كده من السيرم. حابة ان انت تزودي زودي، بس انا عملت طبعا حساب المانجا وعملت حساب الكريمة اللي احنا هنحطها. ما شاء الله اللهم بارك، هنعمل كبات كتيرة ما شاء الله من نص كيلو كنافة. بجد طعمها حلو جدا جدا، بدل طبعا ما نشتريها من بره. وعلى ايه احنا نعملها كده بأقل التكلفة. طبعا انا هنا كنت عملت الكريمة وهقول لكم طبعا انا عملت الكريمة ازاي. يلا بينا بس هنا كده في اول البداية. انا معايا هنا الفانوس كده دوت بيبقى حلو جدا اما تعملي فيه الكنافة، بيبقى بجد شكله حلو جدا. انا عايزه اقول لكم ان دول عندي من السنه اللي فاتت، ما شاء الله ما حصل لهمش اي حاجه. بعمل فيهم وبغسلهم وما شاء الله بيبقوا حلوين جدا. هنا بعد ما عملت كده زي ما انتم شايفين اول طبقه من الكريمه وتاني طبقه من الكنافه. هنا بقى معايا عصير مانجا تقيل جدا، يعني انا ما خففتوش بميه ولا اي حاجه. المانجا احنا كنا مفرزينها مع بعض في الفريزر. طلعت كده كيس وقطعته كده لمكعبات، وبعد كده خدت برده كيس تاني وعملت منه كده عصير بس على تقيل. ما شاء الله طعمها تحفه جدا. المانجا اتحطت في الفريزر بس بجد طعمها تحفه. زي ما انتم شايفين معايا نزلت هنا كده بالمانجا، وبعد كده حطيت طبقة من الكريمة، وهرجع احط طبعا شوكليت شيبس كده. ونزلنا تاني بطبقة من الكنافة. شايفين الطبقات طبعا مع بقى المانجا كده. وما شاء الله الكريمة طعم بجد تحفة جدا. زي ما انت حابة تحطي مكسرات بقى حطي، حابة تحطي بقى شوكليت شيبس، اي حاجة طبعا هنا اي حاجة حابة ان انت تحطيها حطيها هتدي طعم معاكي. هنا معايا المانجا زي ما انتم شايفين نزلت عليها كده بمعلقتين 3 سكر بودر علشان تبقى برضو مسكرة كده في الاكل وتبقى طعمها حلو. على طبقة الكريمة هنزل زي ما انتم شايفين كده معايا بطبقة المانجا. المانجا دي انا مقطعاها مكعبين، شايفين شكلها عامل ازاي؟ تحفة جدا اللهم بارك ما شاء الله. وهنا بقى معايا العصير المانجا التقيل كده، هحط برضو كده على الوش بالمنظر ده. برضو بيدي شكل وبيدي طعم حلو. عشان تطلع معاكي كبات حلوة حطيها في التلاجة ساعتين، وبعد ساعتين طلعيها هتديكي طعم بجد تحفة جدا. شايفين ما شاء الله اللهم بارك شكلها ولا طعمها؟ بجد جميل جدا جدا. وكمان حبيت ان انا اعمل معاكم طبعا الكنافة، لاني خلاص كده رمضان خلاص، كل سنة وانتم طيبين. طبعا مش هينفع رمضان يخلص من غير ما نعمل كنافة. نعمل بقى دور كنافة كده ونعمل دور قطايف، بس طبعا القطايف خلاص بقى مش هنصورها لان احنا صورناها مرتين على القناة. انا قلت بقى مرة اعمل لهم الكنافة والمرة التانية اعمل لهم القطايف وكده. كل سنة وانتم طيبين، رمضان خلص وخلاص وان شاء الله ندخل على العيد باذن الله. وكل سنة وانتم كلكم طيبين وبخير يا رب. شايفين ما شاء الله اللهم بارك شكل الكبات جميلة جدا جدا، وبجد طعمها حلو قوي. بدل ما تشتريها
اعملي كل حاجة في البيت كده والحاجة هتطلع معاكِ زي الفل وهتطلع معاكِ جميلة جدًا، وزي ما أنتم شايفين ده بيكون فيديو النهارده، فيديو سهل جدًا وبسيط، يا رب فيديو النهارده يعجبكم، أشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.